هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، وفي الأوقات من 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند. صوت المنتدى على مدى 24 ساعة في القمر الصناعي النايلسات ب8 درجات غربا، وعلى تردد 11678 للاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الكرام، مساء الخير وأهلا بكم مجددا في ساعة منتدى السبت اليوم 28 من نوفمبر. أنا أمل علي أحييكم وزملائي في هذه الساعة التي أعددنا لكم فيها البرامج التي ستستمعون إليها، وستبدأ بنشرة لآخر تطورات الأخبار أعدها لنا الزميل يوسف بوليسي. بعد ذلك سنتابع مقالا أو تعليقا بعنوان أزمة الغذاء تضرب إريتريا مجددا والعصابة الحاكمة تتكتم على ذلك، بقلم الزميل محمد علي موسى. بعد ذلك أعزائي المستمعين سنتابع حوارا أجره لنا الزميل جمال عثمان همد في ملبورن مع الأستاذ حسين عبد الواسع رئيس فرع حزب النهضة الإريترية في مدينة ملبورن، وتحدث عن دفعاته عن مفهوم القومية لقومية الجبرتة، وتحدث عن العوائق التي وقفت أمام مشروع شركة صناعة القوارب. نتمنى لكم متابعة طيبة وأهلا بكم. وأنا
كتفي نعشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي وأنا أمشي. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء افتتاح جلسات ملتقى الحوار التشاوري الوطني في نيروبي. مدير البنك التجاري الإريتري يماني تسفاي يعتقل من مقر عمله في رئاسة البنك. وبدأ عمليات استبدال الطبعة القديمة للنقفة بالطبعة الجديدة بمدن وقرى الإقليم المتوسط. تفاصيل النشرة. بمشاركة 11 تنظيما سياسيا افتتح الملتقى الوطني التشاوري مساء يوم أمس الجمعة 27 من نوفمبر في العاصمة الكينية نيروبي، والذي دعا إليه منتدى الحوار الوطني الإريتري كافة المنظمات السياسية الإريترية المعارضة. هذا وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى إلى جانب الفصائل والتنظيمات السياسية عدد من قدم المناضلين والمناضلات في مرحلة الثورة الإريترية. وفيما يلي أعزائي المستمعين أسماء التنظيمات السياسية التي لبت الدعوة لحضور الملتقى التشاوري، والذي سيستمر من يومي الجمعة 27 وحتى يوم 29 أي يوم غد الأحد، لمناقشة الأوراق والأجندة المعدة للملتقى. التنظيمات هي جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية جناح الدكتور هابتي، الحزب الديمقراطي الإريتري، المؤتمر الإسلامي الإريتري، حزب المؤتمر الإريتري، حزب الشعب الديمقراطي الإريتري، الحزب الإسلامي الإريتري للعدالة والتنمية، حزب النهضة الإريتري، جبهة التحرير الإريترية، الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية، الجبهة الديمقراطية الإريترية الموحدة، حركة الإصلاح الإسلامي الإريتري. وسنتابع معكم أعزائي المستمعين مخرجات هذا الملتقى في برامجنا القادمة إن شاء الله. في واحدة من أكبر الأحداث التي صاحبت عملية إنزال الطبعة الجديدة لعملة النقفة، اعتقلت السلطات الأمنية مدير البنك التجاري الإريتري يماني تسفاي في 9:30 من صباح يوم الاثنين 23 من نوفمبر الجاري من مقر عمله في رئاسة البنك. هذا وقد جرت عملية الاعتقال أمام أعين الموظفين وعملاء البنك الذين تصادف وجودهم هناك. وأتى أمر الاعتقال في حق مدير البنك التجاري على خلفية محاولته إدخال مبالغ ضخمة من النقفة القادمة إلى مبنى البنك باستخدامه شاحنة تابعة للمصرف، ولم يكن المبلغ المضبوط ضمن الإيداعات الموضوعة في المصرف. ويعتبر يماني تسفاي أحد أكبر رجال المصارف في إريتريا. عمل ضمن جهاز الاقتصاد التابع للجبهة الشعبية منذ التحاقه بها في منتصف السبعينيات، كما عمل ضمن وحدات العمليات الخاصة التي كانت تعرف ب06. إلى ذلك وصف المراقبون تورط مسؤول كبير محسوب على رموز النظام الاقتصادي في مثل هذه العمليات والتجاوزات بأنه مؤشر لمدى استشراء الفساد المالي والإداري وعمق الشروخ داخل الدائرة الضيقة التي تمثلها مجموعة قليلة حول الرئيس. كما لا يستبعد أولئك المراقبون أن تكون تلك المبالغ التي حاول مدير البنك التجاري إدخالها ليعاد استخراجها بالعملة الجديدة مملوكة لكبار القادة العسكريين الذين تربطهم علاقات جيدة ومتينة بمدير البنك المعتقل. ويتوقع أن تكون هناك محاولات أخرى بأساليب متعددة سيقوم بها بعض الكبار لضمان عدم خسارتهم لما اكتنزوه من أموال. وبعد تأخير استمر لنحو أسبوع، شرع البنك المركزي الإريتري في استبدال الطبعة القديمة للنقفة بالطبعة الجديدة بمدن وقرى الإقليم الأوسط، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 26 من نوفمبر الجاري، حيث خصصت مكاتب وإدارات الضواحي والأحياء ومقر الوزارات وفروع مكاتب الهكدف لهذا الغرض. بينما لم تزل فروع البنك التجاري والبنك العقاري التجاري تستقبل الأوراق المالية بالطبعة القديمة من أصحاب المبالغ الكبيرة، ولم تبدأ عمليات الاستبدال عبر المصارف بعد. نهاية النشر. أنتم
حزنا بقى مماس نيطعام تسفى أضيفي مو كبتك الولادة بغرن محزي خطوة كم محزلة من أتلو دكا طور قلبه بينا نطري خوابك نحنا دليت فتحي دليت السلام نفوز عدلنا نوسخ اللحمة أنتم بإخوات ما تحملنا لا ماماي أنتم بإخوات ما تموتنا لا ماماي وكاني وكانت جندر مسولادي قصلا يوسقودا دعراي زيداني عدقا خسيلت جر عبادي يتسلب دخوايو كله زنبودي حيلنا بتمرتي تقصانينا نعيه أنتم إخوات ما تحملنا لا ماماي أنتم إخوات ما تموتنا لا ماماي سيازي نحن أبدالي تفتعي ولا قدم ولا ظلمي نخع صدر لبان الرسرسة ناقل يدو حزن زلب كرسة نلا زبط مليس وخيبسة ماما تحمام بفوس وفدم ماما تحمام تبي قدد صغرام صوت المنتدى. أزمة الغذاء تضرب إريتريا مجددا ولا عصابة الحاكمة تتكتم عليها. الشرور التي تحل بالشعب الإريتري مصدرها حرمانه من حقوقه الطبيعية، حقه في الحياة، السفر، الصحة، التعليم، الاعتقاد، التملك، العمل، والحق في اختيار نظام حكمه ومن يحكمه وفقا لدستور وطني. والشرور تأتي تباعا على الشعب الإريتري من انتهاك لهذه الحقوق. العديد من البلدان بما فيها البلدان الديمقراطية قد تتعرض لأزمة غذاء، لكن في ظل الشفافية ووجود الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب المعارضة تواجه هذه الحكومات المنتخبة انتقادات على فشلها، وتغادر المشهد السياسي غير مأسوف عليها. أما حكومات الاستبداد لا وجود للصوت فيها، لا وجود للصوت الآخر، لهذا تحاول وباستمرار عبر وسائل إعلامها تحميل أسباب الأزمة إلى جهات أخرى غير الحكومة كالمؤامرة الخارجية أو شح السماء. لهذا نجد الطاغية إسياس أفورقي في نهاية خطاباته في ذكرى الاستقلال ينظر للسماء ويدعوها بالسخاء وكأنها هي المسيطرة على موارد البلاد. وبالعودة إلى عنوان المقال وأزمة الغذاء، نجدها مسألة شديدة الارتباط بالحقوق. فالأمن الغذائي شرط مسبق للتنمية الاقتصادية العادلة والقابلة للاستدامة، وهو يعد العامل الحاسم في تأمين السلام والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي في الدول كافة. الحكومات الرشيدة التي تحكم بالتفويض الشعبي وتفكر وتعمل تحت أنظار الشعب ورقابته عبر مؤسسات شعبية صاغها الدستور لا تتهاون في وضع الأسس الصحيحة لمجابهة هذا الأمر الذي يعد سبب بقاء الحكومات أو تنحيها. فالقضاء على ظاهرة انعدام الأمن الغذائي لا تتحملها السماء في تقلباتها المناخية ولا حكومات أخرى سواء كانت مجاورة أو بعيدة، لكونها بدرجة أولى وأولية مسؤولية الحكومة التي تدير أمر البلاد والعباد، إذ يتطلب التحدي تنفيذ أعداد لا تحصى من البرامج والسياسات الحكومية في تأهيل الإنسان.
باعتبار أن الإنسان هو رأس المال الحقيقي، وذلك من خلال الاستثمار في الزراعة بدءا باستصلاح الأراضي وتوفير التكنولوجيا والأسمدة والبذور والزراعة المروية والسيطرة على الآفات الزراعية ونشر المرشد الزراعي في الأرياف والمروج التجاري في المدن وفتح الأسواق المحلية والعالمية أمام الفلاحين والتجار لبيع المنتجات الزراعية دون أي معوقات من مافيات وشبكات التجارة التابعة للعصابة الحاكمة. عوضاً عن كل ذلك، نجد عنصر الأمن في النظام القمعي يرعب الفلاح والراعي والتاجر في كل أسرة وحي وشارع لينتزعه من مزرعته إلى غياهب السجون أو إلى معسكرات الصخرة والتدريب العسكري أو يدفع به إلى الفرار من بلاده. وعلى صعيد العلاقات مع الدول الطبيعي هو تبني سياسات دبلوماسية مع دول الجوار والإقليم والعالم جوهرها المحافظة على مصلحة الشعب الإريتري في تنمية إنتاجه كماً ونوعاً وضمان تسويقه والعمل لخلق التفاعل الصحي مع أنماط التعاون بين الدول الغنية والنامية في المجالات الاستشارية والتكنولوجية والتعلم من خبرتها بما يخدم مصلحة الشعب الإريتري. فعبر التعاون تتمكن الدول من التكامل وتبادل المنافع والمصالح، لا من خلال إغلاق كل حدودها بشكل كلي مع الدول المجاورة وغير المجاورة، واضعة الشعب في سجن كبير وكأن شعبنا مجرم حكم عليه بعقوبة السجن المؤبد. فكم هي البلدان التي وفرت طاقة الماء من أراضيها أو شقت قنوات مياه إلى أراضيها ووفرت سيل الغيث من محيطها وجعلت موانئها منافذ للاستيراد والتصدير لها ولغيرها. بينما هذا هو حال العالم، نجد حكومة إريتريا طورت أساليب تصدير البشر من مختلف التخصصات والأعمار، من فلاحين ورعاة وإعلاميين ودبلوماسيين إلى ضباط عسكريين، إلى سيل من الشباب وطلاب المدارس إلى فرق رياضية بصورة متتالية. الفجوة الغذائية هي الفارق بين المنتج والطلب، فالدول عادة تغطي هذه الفجوة بزيادة الإنتاج أو تحتويها مؤقتا بشراء النقص من خلال توفيرها للعملة الصعبة من موارد البلد الآخر. لكن الحكومة غير الشرعية في إريتريا تريد أن تبيع معادن البلاد الثمينة بعيدا عن رقابة الشعب الإريتري وضمن شبكة محدودة الأفراد. الشعب الإريتري في هذه المرحلة لا يتعرض لحالة انعدام الأمن الغذائي فقط، بل إلى نقص غذاء حقيقي، وهي حقائق تقرها حالة معظم شعبنا. فحياة الكفاف هي السائدة، وزيادة معدلات الوفيات بين الأطفال وانخفاض متوسط العمر وارتفاع مستويات سوء التغذية. هذه الفجوة الغذائية غير وارد أمر احتوائها بزيادة الإنتاج وفقا لسياسات الحكومة التي ذكرنا، وسيموت بسببها كثير من أفراد بعيدا عن الكاميرات الإعلامية. فرغم وضوح هذا المشهد بشكل غير قابل للجدل، نجد الأجهزة الدعائية للنظام الحاكم لا تتستر فحسب، بل تتمادى في الضلال والخداع، محاولة توصيف حالة البلاد تارة بأنه الأفضل إفريقيا وتارة أخرى تبرير الحالة بأنها من شح السماء أو المؤامرة الخارجية. بقلم محمد علي موسى. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي ولا للقيد أن ينكسر.
تشقه الحياة من صفعة العدم المنتصر، كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. ذلك قالت لي كائنات وحدثني روحها المستتر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للخير أن ينكسر. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله كل أوقاتكم. هذا جمال همد يحييكم ويقدم لكم هذه الفقرة الحوارية، وهي مع الباش مهندس حسين عبد الواسع محمد، المقيم الآن بمدينة ميلبورن، وهو رئيس فرع حزب النهضة الإريتري. ضيفنا في هذه الحلقة يحمل إجازة البكالوريوس في اقتصاديات النقل البحري من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا في جمهورية مصر العربية في مدينة الإسكندرية. تخرج منها في العام 1994. عاد إريتريا كغيره من أبناء جيله في عام 1995، وحاول أن يعمل في تخصصه دون أن يفلح في ذلك. الأسباب كثيرة سوف يتطرق إليها ضيفنا في هذا الحوار. مرحبا بك أستاذ حسين عبد الواسع، ونبتدر هذا الحوار بسؤال بديهي وعادي، وهو إنك واحد من الذين تخرجوا وتأهلوا علميا وعادوا إلى إريتريا لبناء البلاد هناك. ما هي طبيعة الأعمال التي عملت بها في داخل إريتريا؟ وأرجو أن تتطرق لنا للأسباب التي دعت أو العوائق التي دعت لأنه تعود إلى أدراجك لبلاد الغربة وتقيم أخيرا في مدينة ميلبورن الأسترالية. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية الأستاذ جمال، أحب أحييك وأحيي زملائك، وأحب أحيي أيضا مستمعين صوت المنتدى. شكرا جزيلا على الدعوة الكريمة. زي ما ذكرت، أنا لجأت إلى السودان في عمر مبكر، الابتدائية درستها هناك، وانتقلت إلى مصر، ثم حصلت على في البداية دراسات أساسية لهندسة الإلكترونيات وبكالوريوس اقتصاديات النقل البحري. فبعد التخرج 94 كما ذكرت، الخطوط الأثيوبية البحرية عرضوا علي عمل في دبي أو سنغافورة. لما رحت هناك أنا ما كنت ممانع، على أساس العلاقات كانت جيدة ذاك الوقت ما بين الدولتين أثيوبيا وأريتريا. وأريتريا تمتلك البحر شاطئة يطول من 1200 كيلومتر، والأثيوبيين عندهم لا بأس به من أسطول بحري. فرحت هناك، لكن العلاقات كانت أوريدي بدأت تشوبها أشياء. فالأثيوبيين بما أننا أريتري عرقلوا عملية التوظيف. هذا كان في سنة 95. نعم. وأنا هناك برضو عرض علي من رجال أعمال 2 إريتريين، كانوا اشتروا باخرتين، وكانوا ناويين يشتغلوا في الشرق الأوسط. عقد يعني مضيت العقد على أساس أن أنا أكون مدير الشركة الملاحية هذه، ودخلت إريتريا. لكن لأسباب لا أعلمها، لما وصلت أسمرة من أديس برضو نفس العراقيل تمت، وأنا انتابني إحساس بأن أكن ما مرحب بي أينما وطأت أقدامي. أنت بشكل شخصي ولا؟ هي طبعا العملية هذه مش لي لوحدي، هي كانت تتكرر، لكن كل واحد كان يشتكي من هذا الشيء. فده اللي اتضح لي مؤخرا. ولما وصلت إريتريا لقيت شباب خاصة اللي هم خريجين من الشرق الأوسط، اللي كانوا يحملوا شهادات علمية عالية، لكنها من مصر أو من الجزائر، من سوريا وإلى آخره،
من البلاد هذه هناك لا يقيموها، غير مرحب بهم غير مرحب بهم، لكن في أغرار نفسهم ممكن يعرفوا أن هي شهادات علمية، ولكن ما مرحب بهم في وطنهم وكذا. فأثناء يعني جلوسي في أسمرة بدأت أعمل مع أهلي في قطاع خاص في صناعة الأبوات، واللي هي القوارب صيد، اللي هي خزانات ماء وإلى آخره. فالحمد لله التوفيق حلفنا، بدأنا نصنع الأبوات، وكان عندنا عقود مدينة مع الأمم المتحدة بحيث أن احنا نملك الصيادين الأريتريين قوارب صيد سمك وكذا. وبدأت الشركة تكبر وتكبر والحمد لله. لكن بدأت السلطات المحلية اللي هي الحزب ينظر طبعا بأن الشركة الصغيرة اللي بدأت تكبر وإلى آخره، فبدأوا يمارسوا هوايتهم مع كل رجل أعمال. فحصل اتصال من الوزير آنذاك السيد الأستاذ صالح مكي، المرحوم الأستاذ صالح مكي. فحضرت لمكتبه وقال لي إن الجماعة عاوزين يشاركوكم وإلى آخره. فما في مفر، دخلنا برضو مدينة عقود وإلى آخره. مع من شاركت بالضبط؟ مع الحزب طبعا. الواجهة اللي أنت شاركت معهم طبعا عن طريق الوزير. لكن في شخصيات أخرى اللي هي تمثل الحزب. لا أنا أقصد أنه توقعت اتفاقية مع الحزب أم مع يافطة بتاع شركة ماء؟ لا مع الحزب مباشرة. ما عندهم، ما في أي حرج. حتى ما في ذر رماد في العيون. الحزب على طول معروف. أن كيف كان الاتفاق؟ أن الاتفاق أنا حاولت طبعا يكون عندي أكثر من 50%، بحيث أن أنا أتصرف في أشياء معينة وإلى آخره. لكن الكلام هذا مرفوض. هو قال لي الوزير هو 50-50، لكن يعني حنقيم في شخص حيجي يقيم اللي هو الأسيتس بتاعت المصنع، وبعد كده نحن حندي لك مبلغ معين. يعني حددوه مسبقا حتى قبل ما يتم التقييم. قلنا خلاص نعمل اللي هو feasibility study اللي هو دراسة جدوى وإلى آخره. قالوا من أول وجديد. فلكن لحسن حظنا عملية اللي هي حنيش والإشكال اللي حصل مع اليمن، المناوشات بدأت فأهملونا، والعمل اللي كان بدأ اللي هو دراسة جدوى توقفت، والمصنع برضو كان متوقف. فنتج عنه طبعا خسائر مادية هائلة. لكن أيقنا أن العملية ما كانت مجرد شراكة وإلى آخره، قد تكون عاوزين ينهونا من المسألة. فبدأنا من أول وجديد نمشي. لكن هذيك الأيام زي ما قلت لحسن حظنا كانوا مشغولين بالحرب هذيك. فمشينا للأسف الشديد، ما كملنا سنين طويلة. جاءت الحرب اللي هي مع الأثيوبية، أخذت الأخضر واليابس. وتوقف المشروع. وتوقف المشروع لفترة معينة. وعدت أدراجك. وما مصير الشركة؟ الشركة يعني سبتها مع أخوان لي، وهم كانوا بيحاولوا هذيك الأيام. لكن أنا برضو أثناء وجودي طبعا أنا واللي زي والخريجين اللي جينا من الشرق الأوسط، وده الأهم، يعني شباب حاصلين على بكالوريوس اقتصاديات علوم سياسية. يعني نقدر نقول أنه كان في تمييز مباشر لأنكم حملة الشهادات العربية، أم لأنكم تنتمون إلى إثنيات محددة وقوميات محددة مثلا؟ ما هو سر مرة لما كثرت الشكاوي من شباب زي وغيري ويحملوا دراسات عليا حتى ماجستيرات وإلى آخره، لما وصلت تتكرر العملية هذه في ناس طبعا من ما نقدر ندخل الحكومة كلها في سلة واحدة. ففي بعض الوزراء كانوا متعاطفين، من ضمنهم ربنا يفك أسره الوزير صالح كيكيا. وأذكر الشيء هذا وللتاريخ
كان يأس من العملية هذه، وأنا جلست معه وهو حاول يساعدني بأن كيف أن أنت تحمل شهادة زي كده، وأن احنا محتاجين فأمس الحاجة خاصة في المجال البحري. إريتريا زي ما تعرف ما عندها كوادر في المجال البحري، فحاول يتدخل. لكن كالعادة اللي أذكره الأوراق بعد ما هو وافق أن أنا أعمل، أوراق راحت للمكتب الرئيس مباشرة. نعم. فهي دي كانت العراقيل اللي تتم أن الواحد يعني يتوظف والعمليات تكون سلسة. نعم. طيب أستاذ حسين، سؤالنا الثاني أيضا يتعلق أيضا هو قريب أو بعيد أو إلى حد ما من تخصصك، وهي عملية تغيير العملة التي تمت مؤخرا. هناك متضررين بالتأكيد، خاصة السكان والمستثمرين الصغار وصغار التجار. ما هو تقييمك لهذه العملية، ومن هو المستفيد برأيك لو حددت لنا بشكل مباشر؟ لو كنا شفنا الجنرالات طلعوا من اللعبة الاقتصادية كنا نقول المستفيد هو الشعب الإريتري. لكن عملية تغيير العملة كونه أنه جو يعني وزارة الدفاع يعني عملية التغيير تتم في وزارة الدفاع، معناها أن في الكيل بمكيالين. نعم. لو كنا قلنا يعني في independent يعني عملية مستقلة في جهة مستقلة مثلا بتقوم من عملية التغيير إلى آخره كنا نقول. لكن الجنرالات الآن هي عبارة عن تكملة لغسيل الأموال اللي حصلت، مش أكثر ولا أقل. نعم. فالمتضرر الأول والأخير هو السمول بيزنسز، الناس العامة هم المتضررين، لكن الجنرالات كيف سيتضررون صغار الكسبة؟ أول شيء القرار هذا ما هو بالنسبة للعامة قد يكون مفاجئ، لكن الجنرالات هم داريين وأوريدي الأموال حصلت يعني تحولت إلى عملة نادرة وهي في بنوك سويسرية. نعم. فلكن المستثمرين الصغار أو السمول بيزنسز هم اللي كانوا متواجدين على أساس أن هي العملة هذه يعني بوقت محدد يعني جدا، عشان أنت تجي تدي شعار في وقت محدد وتقول تغيروها، وبعدين برضو عملية اللي هي التغيير تتم بالطريقة هذه عشوائية هذه. وبعدين الأسباب اللي هم كانوا يقدموها من ضمن الأسباب على أساس أن العالم اتطور وأن احنا لازم نتطور معاه. فين حنتطور؟ حتحط لك ATM أن الواحد يمسك 20,000 ناقفة، وبعد كده ATM كهرباء ما عندك، كيف حتستخدم؟ والشيكات هذه مع مين أنت؟ واحد ممكن يدي لك بشيك من غير رصيد. نعم. الجنرالات أنت قاعد تتعامل معهم كيف؟ فكل ده تمويه لأغراض ثانية هو. نعم. يعني إذن المتضرر الوحيد هم السكان وصغار الكسبة والمستثمرين، وفي نفس الوقت الجنرالات هم الذين يستفيدون من هذه العملية. وأيضا هسي وضح في الأخبار التي أذاعت صوت المنتدى الأسبوع الفات إنه تم استثناء الرشايدة بعد مناشدة مبروك مبارك سليم الوزير السوداني الرشايدي بأنه استثناء الرشايدة، ومعروف في ماذا يتاجر الرشايدة. ومبروك مبارك سليم يقال أنه مبروك مبارك سليم هو الشريك السوداني أو واحد من شركاء السودانيين مع الحزب الحاكم في إريتريا. عموما ننتقل إلى موضوع آخر أستاذ حسين، وهو من قبل فترة بدأت أصوات تتنادى لطلب المساواة وفي موضوع القوميات في إريتريا، وإنه لكي تعتبر الجبرتة قومية من قوميات الإريترية أسوة ببقية القوميات. هذا المطلب الحقوقي حتى الآن الحكومة الإريترية لم ترد عليه، وهي تعادي مثل هذه المطالب الحقوقية أي مطلب حقوقي اللي يخص الإريتريين سواء كانوا قومية ما أو مجموعة القوميات.
الأسس اللي أنتوا الدواعي لهذه المطالبة الآن شنو؟ وكيف يمكن النضال في سبيل تحقيق هذا المطلب الحقوقي والشرعي؟ نعم أستاذ جمال، لما نتكلم في موضوع الجبرتة ليس يعني من باب التعصب ولا من باب الاستعلاء، لكن هذا حق مبدئي لكل قومية أن هي تقرر مصيرها. ولما نتكلم في موضوع القوميات وإلى آخره، الدول المتقدمة هذه زي ما تقول خلاص عفى عليها الزمن. الحكومات الآن بتكتفي ببيانات أساسية للمواطن وتتعامل معه بالعدل. لكن الحكومة هذه كون أنه الحاق قصري من غير اللي جبرت أن هم يعني يرتضوا الشيء هذا، ولا حتى يتشاوروا مع الحكومة بأن هم يعملوا يضموها لقومية التجرينية. صحيح احنا نعتز باللغة التجرينية زيها زي أي لغة في إريتريا، لكن نحن لسنا تجرينيا، ونحن جبرتها وتاريخنا يقول كده، وغير كده احنا لا نرتدي أي تسمية أخرى. لكن الشيء هذا حتى ولو حاولوا طمس الهوية الجبرتية في إريتريا، حاطط ردهم زي الشبح في كل مكان يروحوه. أنا يحضر الأستاذ جمال أحب أذكره دائما الموقف هذا اللي دخل فيه الأستاذ الدكتور دحلي اللي هو مثل إريتريا في معرض الكتاب القاهرة سنة 2015. كان في منتدى كده، فبدأ الرئيس المنتدى يعرف يعني البعثة الإريترية اللي ترأسها دكتور دحلي، فقال إريتريا عبارة عن تاريخ الجبرتة. من منا ما يعرف الجبرتة؟ أو يعني أوريدي، والواحد لما يذكر كلمة إريتريا يعني يبادر إلى ذهنه تاريخ الجبرتي ورواق الجبرتة في الأزهر الشريف. نعم. يعني التاريخ هذا مش يعني حفنة يعني زمرة، يعني تاريخ ضارب جذوره في الأرض. طيب لماذا هذه المطالبة الآن؟ المطالبة مش هذه مطالبة، يعني ما في حد حيدينا إياها منحة، هي موجودة. قومية الجبرت كانت موجودة وحتظل موجودة، ما نطالب بها احنا، هي موجودة في أرض الواقع. لكن الحكومة الحالية حبت تتجاهلها، أهلا وسهلا، واحنا وراهم والزمن طويل. لكن لسنا مثلا نحن نترجى من الحكومة هذه على أساس أن تدينا منحة نسمى أنفسنا جبرتها. لا والله، هذه أشياء ثابتة. أنا أقصد لماذا الآن يعني هذا المطلب لماذا الآن يتصاعد في ظل الحديث حول تغيير التغييرات التي تجريها الحكومة الإريترية بالنسبة لبطاقة الهوية الإريترية؟ نعم كما تعلم، يعني الشيء هذا يعني في أيام الاستقلال 93 أيام الاستفتاء، يعني إحنا الجبرتة حبينا ما نكون معرقلين لعملية الاستفتاء، وإحنا تاريخنا يعني نقي جدا من كل الشوائب بالنسبة للاستقلال وإلى آخره. فمررنا العملية، وبادرت الحكومة هذه من سنة 93. كان عندها نية مبيتة من الأول طبعا، لكن ظهرت في 93 مع عملية الاستفتاء. والآن يحسبوا أن القومية يعني أهلنا في القومية الجبرتة يعني أن احنا نايمين، وحبوا يمرروا الورقة اللي ما قدروا يمرروه 93، ولكن نحن يعني واقفين لهم بالمرصاد. العملية هذه طبعا لما لو ثبتناها في عملية البطاقات وإلى آخره، يعني يترتب عليها حقوق وواجبات في داخل إريتريا. الآن في مواطنين جبرتها موجودين، فإحنا على أساس كده بنتكلم فيها، والعملية لازم. إذن ما هي الخطوات اللي متبعة في الخارج أو الداخل، أو يعني داخل قومية الجبرتة في سبيل إحقاق هذا الحق؟ ما هي الأنشطة التي قمت بها مثلا؟ الأنشطة موجودة، يعني في حزب النهضة طبعا يعني رائد في العملية هذه، وفي طبعا جمعيات جبرتية في العالم كله، والعالم كله يعلم القضية هذه، والتنظيمات الإريترية
فهذه ليس مشكلة الوحيدة في إريتريا، في مشاكل كثيرة جدا، لكن هذه جزء من المشاكل اللي موجودة في إريتريا، وتفاهمات وتوصلنا إليها مع التنظيمات الأخرى بأن اللي يقرر مصيره هو في المسألة هذه اللي حددها هم الجبرتة وليس أي حكومة قادمة. فإحنا نهيك من الحكومة الحالية المتهالكة في أسمرة، يعني حتى التنظيمات اللي تنادي بالحرية والحقوق الإنسان والديمقراطية، فمع هذه المنظمات حتى يعني في إشكالات، لكن الإشكالية هذه قربت أنها تضمحل. هل هناك يعني تفهم من التنظيمات الأريترية المعارضة ودعم معظمها لهذا المطلب؟ معظمها إن لم تكن كلها الآن. طيب أستاذ حسين، أنت بجانب هذه الاهتمامات التي ذكرت أنه يعني بما يخص القومية، أنت رئيس لفرع حزب النهضة. نعم. هنا، وقد أعلن عن هذا الفرع قبل حوالي عدة أشهر تقريبا. نعم. ما هي الأنشطة التي تقومون بها للتعريف حول أنفسكم كحزب، وتخدمون من خلال أيضا استحقاقات المعارضة الإريترية بشكل عام؟ طبعا نحن ما نقدر نشتغل لحالنا، طبعا التواصل موجود مع كل التنظيمات اللي تنادي بالحرية والديمقراطية، وإحنا جزء من المجلس الوطني، ففي التواصل موجود دائما ونعمل. نعم. في نهاية هذا الحوار القصير أستاذ حسين، أشكرك باسم إذاعة المنتدى، وأشكر المستمعين الكرام لحسن الاستماع. هذا جمال حمد يحييكم مرة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشكور. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للقيد أن ينكسر. ومن لم يعانقه شوق الحياة تبخر في جوها واندثر. فويل لمن لم تشقه الحياة من صفعة العدم المنتصر. كذلك قالت لي الكائنات وحدثني روحها المستتر. ذلك قالت لي كائنات حدثني روحها المستتر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا بد للخير أن ينكسر. إذا ما طمحت إلى غاية ركبت المنى ونسيت الحذر. ولم أتجنب وعور الشعاب ولا كبة اللهب المستعر. ومن لا يحب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. لا يحب صعود الجبال أبدا الدهر بين الحفر. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. ولا بد للليل أن ينجلي، ولا
الخطر، وألعن من لا يماشي الزمان ويقنع بالعيش عيش الحجر. لا يماشي الزمان. لا تصالح ولو منحوك الذهب. أترى حين أفقع عينيك ثم أثبت جوهرتين مكانهما، هل ترى؟ هي أشياء لا تشترى، ذكريات الطفولة بين أخيك وبينك، حسكما فجأة برجولتي، هذا الحياء الذي يكبت الشوق حين تعانقه، الصمت مبتسمين لتأنيب أمكما وكأنكما ما تزالان طفلين، تلك الطمأنينة الأبدية بينكما، أن سيفان سيفك، صوتان صوتك، أنك إن مت للبيت رب وللطفل أب. هل يصير دمي بين عينيك ماء؟ أتنسى رداء الملطخة تلبس فوق دمائي ثيابا مطرزة بالقصب؟ إنها الحرب قد تثقل القلب، لكن خلفك عار العرب. لا تصالح ولا تتوخى الهرب. لا تصالح على الدم حتى بدم، لا تصالح ولو قيل رأس برأس، أكل الرؤوس سواء؟ أقلب الغريب كقلب أخيك؟ أعيناه عين أخيك؟ وهل تتساوى يد سيفها كان لك بيد سيفها أثكلك؟ سيقولون جئناك كي تحقن الدم، جئناك كن يا أمير الحكم، سيقولون جئناك كي تحقن الدم، جئناك كن يا أمير الحكم، سيقولون ها نحن أبناء عم، قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك، قل لهم إنهم لم يراعوا العمومة في من هلك، واغرس السيف في جبهة الصحراء إلى أن يجيب العدم، إنني كنت لك فارسا وأخا وأبا وملك. لا تصالح ولو حرمتك الرقاد صرخات الندامة. وتذكر إذا لان قلبك للنسوة اللابسات السواد ولأطفالهن الذين تخاصمهم الابتسامة أن بنت أخيك اليمامة زهرة تتسربل في سنوات الصبا بثياب الحداد، كنت إن عدت تعدو على درج القصر، تمسك ساقي عند نزولي فأرفعها وهي ضاحكة فوق ظهر الجواد. ها هي الآن صامتة حرمتها يد الغدر من كلمات أبيها، ارتداء الثياب الجديدة، من أن يكون لها ذات يوم أخ، من أب يتبسم في عرسها وتعود إليه إذا الزوج أغضبها، وإذا زارها يتسابق أحفاده نحو أحضانه لينالوا الهدايا، ويلهو بلحيته وهو مستسلم ويشد العمامة. لا تصالح، فما ذنب تلك اليمامة لترى العش محترقا فجأة وهي تجلس فوق الرماد. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، كيف تخطو على جثة ابن أبيك، وكيف تصير المليك على أوجه البهجة المستعارة، كيف تنظر في يد من صافحوك فلا تبصر الدم في كل كف. ابن سهما أتاني من الخلف سوف يجيئك من 1000 خلف، فالدم الآن صار وساما وشارة. لا تصالح ولو توجوك بتاج الإمارة، إن عرشك سيف وسيفك زيف إذا لم تزل بذؤابته لحظات الشرف واستطبت حياة الطرف. لا تصالح ولو قال من مال عند الصدام ما بنا طاقة لانتشاق الحساب. عندما يملأ الحق قلبك تندلع النار إن تتنفس، ولسان الخيانة يخرس. لا تصالح ولو قيل ما قيل من كلمات السلام، كيف تستنشق الرئتان نسيم السلام المدنس، كيف تنظر في عيني امرأة أنت تعرف أنك لا تستطيع حمايتها، كيف تصبح فارسها في الغرام، كيف ترجو غدا لصغير ينام وهو يكبر بين يديك بقلب منكس. لا تصالح ولا تقتسم مع من قتلوك الطعام،
واروي قلبك بالدم، واروي التراب المقدس، واروي أسلافك الراقدين إلى أن تجيب العظام. لا تصالح ولو ناشدتك القبيلة باسم حزن الجليلة أن تسوق الدهاء وتبدي لمن قصدوك القبول. سيقولون ها أنت تطلب ثأرا يطول، فخذ الآن ما تستطيع قليلا من الحق في هذه السنوات القليلة. إنه ليس ثأرك وحدك، لكنه ثأر جيل فجيل. وغدا سوف يولد من يلبس الدرع كاملة، يوقد النار شاملة، يطلب الثأر، يستولد الحق من أضبع المستحيل. لا تصالح ولو قيل إن التصالح حيلة، إنه الثأر تبهت شعلته في الضلوع إذا ما توالت عليها الفصول، ثم تبقى يد العار مرسومة بأصابعها الخمس فوق الجباه الذليلة. لا تصالح ولو حذرتك النجوم ورمى لك كهانها بالنبأ. كنت أغفر لو أنني مت ما بين خيط الصواب وخيط الخطأ. لم أكن غازيا، لم أكن أتسلل قرب مضاربهم أو أحوم وراء التخوم، لم أمد يدا لثمار الكروم، أرض بستانهم لم أطع. لم يصح قاتلي بي انتبه، كان يمشي معي ثم صافحني ثم سار قليلا، ولكنه في الغصون اختبأ. فجأة ثقبتني قشعريرة بين ضلعين، واهتز قلبي كفقاعة وانفتأ، وتحاملت حتى احتملت على ساعدي، فرأيت ابن عم الزميم واقفا يتشفى بوجه لئيم. لم يكن في يدي حربة أو سلاح قديم، لم يكن غير حقد الذي يتشكى الظما. لا تصالح إلى أن يعود الوجود لدورته الدائرة، النجوم لميقاتها، والطيور لأصواتها، والرمال لذراتها، والصبايا لزيناتها، والقتيل لطفلته الناطرة. كل شيء تحطم في لحظة عابرة. الصبا، بهجة الأهل، صوت الحصان، التعرف بالضيف، حزنك حين ترى برعما في الحديقة يزوي، الصلاة لكي ينزل المطر، اللحظات المريرة حين ترى طائر الموت وهو يرفرف فوق المبارزة الكاسرة. كل شيء تحطم في نزوة فاجرة. والذي اغتالني ليس ربا ليقتلني بمشيئته، ليس أنبل مني ليقتلني بسكينته، ليس أمهر مني ليقتلني في استدارته الماكرة. لا تصالح، فما الصلح إلا معاهدة بين ندين في شرف القلب. لا تنتقص، والذي اغتالني محض لص سرق الأرض من بين عيني، والصمت يطلق ضحكته الساخرة. لا تصالح ولو وقفت ضد سيفك كل الشيوخ والرجال التي ملأتها الشروخ، هؤلاء الذين يحبون طعم الثريد وامتطاء العبيد، هؤلاء الذين تدلت عمائمهم فوق أعينهم وسيوفهم العربية قد نسيت سنوات الشموخ. لا تصالح، فليس سوى أن تريد أنت فارس هذا الزمان الوحيد وسواك المسوخ. لا تصالح، لا تصالح، لا تصالح. صوت المنتدى. في نشرة هذا المساء افتتاح جلسات ملتقى الحوار التشاوري الوطني في نيروبي. مدير البنك التجاري الإريتري يماني تسفاي يعتقل من مقر عمله في رئاسة البنك. وبدأ عمليات استبدال الطبعة القديمة للنقفة بالطبعة الجديدة بمدن وقرى الإقليم المتوسط. تفاصيل النشرة. بمشاركة 11 تنظيما سياسيا افتتح الملتقى الوطني التشاوري مساء يوم أمس الجمعة 27 من نوفمبر في العاصمة الكينية نيروبي، والذي دعا إليه منتدى الحوار الوطني الإريتري كافة المنظمات السياسية الإريترية المعارضة.
هذا وقد شارك في الجلسة الافتتاحية للملتقى إلى جانب الفصائل والتنظيمات السياسية عدد من قدام المناضلين والمناضلات في مرحلة الثورة الإريترية. وفيما يلي أعزائي المستمعين أسماء التنظيمات السياسية التي لبت الدعوة لحضور الملتقى التشاوري والذي سيستمر من يومي الجمعة 27 وحتى يوم 29 أي يوم غد الأحد لمناقشة الأوراق والأجندة المعدة للملتقى. التنظيمات هي جبهة الإنقاذ الوطني الإريترية جناح الدكتور هبتي، الحزب الديمقراطي الإريتري، المؤتمر الإسلامي الإريتري، حزب المؤتمر الإريتري، حزب الشعب الديمقراطي الإريتري، الحزب الإسلامي الإريتري للعدالة والتنمية، حزب النهضة الإريتري، جبهة التحرير الإريترية، الحركة الفيدرالية الديمقراطية الإريترية، الجبهة الديمقراطية الإريترية الموحدة، حركة الإصلاح الإسلامي الإريتري. وسنتابع معكم أعزائي المستمعين مخرجات هذا الملتقى في برامجنا القادمة إن شاء الله. في واحدة من أكبر الأحداث التي صاحبت عملية إنزال الطبعة الجديدة لعملة النقفة، اعتقلت السلطات الأمنية مدير البنك التجاري الإريتري يماني تسفاي في 9:30 من صباح يوم الاثنين 23 من نوفمبر الجاري من مقر عمله في رئاسة البنك. هذا وقد جرت عملية الاعتقال أمام أعين الموظفين وعملاء البنك الذين تصادف وجودهم هناك. وأتى أمر الاعتقال في حق مدير البنك التجاري على خلفية محاولته إدخال مبالغ ضخمة من النقفة القادمة إلى مبنى البنك باستخدامه شاحنة تابعة للمصرف، ولم يكن المبلغ المضبوط ضمن الإيداعات الموضوعة في المصرف. ويعتبر يماني تسفاي أحد أكبر رجال المصارف في إريتريا، عمل ضمن جهاز الاقتصاد التابع للجبهة الشعبية منذ التحاقه بها في منتصف السبعينيات، كما عمل ضمن وحدات العمليات الخاصة التي كانت تعرف ب06. إلى ذلك وصف المراقبون تورط مسؤول كبير محسوب على رموز النظام الاقتصادي في مثل هذه العمليات والتجاوزات بأنه مؤشر لمدى استشراء الفساد المالي والإداري وعمق الشروخ داخل الدائرة الضيقة التي تمثلها مجموعة قليلة حول الرئيس. كما لا يستبعد أولئك المراقبون أن تكون تلك المبالغ التي حاول مدير البنك التجاري إدخالها ليعاد استخراجها بالعملة الجديدة مملوكة لكبار القادة العسكريين الذين تربطهم علاقات جيدة ومتينة بمدير البنك المعتقل. ويتوقع أن تكون هناك محاولات أخرى بأساليب متعددة سيقوم بها بعض الكبار لضمان عدم خسارتهم لما اكتنزوه من أموال. وبعد تأخير استمر لنحو أسبوع، شرع البنك المركزي الإريتري في استبدال الطبعة القديمة للنقفة بالطبعة الجديدة بمدن وقرى الإقليم الأوسط، وذلك اعتبارا من يوم الخميس 26 من نوفمبر الجاري، حيث خصصت مكاتب وإدارات الضواحي والأحياء ومقر الوزارات وفروع مكاتب الهكدف لهذا الغرض. بينما لم تزل فروع البنك التجاري والبنك العقاري التجاري تستقبل الأوراق المالية بالطبعة القديمة من أصحاب المبالغ الكبيرة، ولم تبدأ عمليات الاستبدال عبر المصارف بعد. صوت المنتدى. وإلى هنا نأتي إلى ختام هذه الساعة، نحييكم ونشكر لكم حسن الاستماع. كان معكم أمال علي، وفي المونتاج صلاح الزين، وفي إعداد الأخبار الزميل يوسف بوليسي. لكم تحياتنا جميعا وإلى اللقاء.